أهلا بيكم في حلقة النهاردة. حلمك مش كبير عليك، بس يمكن لسه ما جهزتلوش في الحلم اللي جواك. بس كل ما تقرب منه بتحس إنك بعيد. تحاول تبدأ، تحضر كورس، تفتح ملف، تتكلم مع حد، تشتري دفتر جديد وتدون فكرة، وبعدين تسكت. ده مش لأنك مش عايز، لكن لأنك مش مصدق إنك قدها. أنا حاتم حافظ، وفي الحلقة دي من جوه لبره هنفتح مع بعض أخطر باب في طريق أي حلم: باب الشك. باب الشك اللي بيقولك دايما: هو أنا ينفع؟ يعني أنا مش متأخر؟ طب ما غيري أشطر وأسرع وجاهز للي أنا بعمله ويمكن سبق بمراحل. ولو هتكلم معاكم بقلبي أنا ممكن أتكلم عن نفسي، لأن أنا لسه ببدأ مشروع جديد. لكن هحكي لكم حكاية عن شاب بدأ مشروع صغير ومن بيته، كل يوم بيشتغل عليه وبيحاول يسوق له. بس بعد شوية بدأ يحس إن السوق أكبر منه، بدأ يقارن نفسه من ناس بدأت من زمان، وده وصله لمرحلة الخوف. الخوف من رأي الناس. وفي الآخر قفل المشروع وقال: أنا واضح كان بيتهيألي. بس الحقيقة هو ما كانش بيتهيأله، هو ما كانش متهيأ نفسيا إنه يكمل وسط الزحمة. دايما بنحاول ندور إن إحنا نكون الأول، عشان إحنا اتعودنا دايما في المدرسة إن الأول هو الأشطر. المشكلة يا صاحبي مش في الحلم، المشكلة فيك لما تفتكر إنك لازم تكون كامل علشان تبدأ. وده الغلط الحقيقي. الحقيقة كل واحد ناجح وإحنا شايفينه ناجح في الفترة دي هو بدأ من قبل ما يكون جاهز. يعني بدأ واتعلم، وقع وتصلح فيه حاجات وكمان اتغير. ولما اتغير وبقى كامل وبقى جاهز ان هو يكون للجمهور، ظهر لنا بشكله النهائي شكل النجاح الكامل اللي احنا شايفينه النهارده. في علم النفس في مفهوم اسمه imposter syndrome، يعني متلازمة الدخيل. يعني تحس انك مش في مكانك، وانك لو نجحت ده هيكون صدفة، واحساسك لو الناس شافوك هيقولوا انت مش كفء. دراسة اتنشرت في جريدة Behavioral Science بتقول ان اكتر من 70% من الناس جربوا الاحساس ده في مرحلة خصوصا وهم في بداية اي مشروع او حلم. لكن سألوا اللي كملوا، لقوا إن هم قالوا لنفسهم: أنا مش لازم أكون مثالي في المرحلة، لكن حقيقي في وقتها. يعني مش كامل لكن مستعد. كان دايما بيشوف نفسه وبيقارن نفسه بنفسه قبل وبعد. طيب، لو عندك حلم وخايف تبدأه، أو مشروع بتحبه بس وقفت فيه، تعمل إيه عشان تكمل في المرحلة دي وما تقفش؟ ولو هتبدأ حتى حلم جديد، أولاً لازم تفصل بينك كشخص وبين حلمك. الحلم مش حكم على شخصيتك، نجاحه أو فشله ما يعنيش أبداً إنك تستاهل أو لأ. الحلم مجرد مشروع، مش تقييم كامل لذاتك. تاني حاجة، تشتغل على الخطوة مش الصورة الكاملة. يعني ما تشوفش نفسك بعد ال5 سنين هتكون عامل إيه، لكن ركز على الفترة اللي انت فيها. تقدر تعمل ايه النهاردة؟ لو بوست، مكالمة، هتعمل صفحة، فكرة مكتوبة، ابدأ بحاجة وتحسن فيها وتعايش معاها. تالت حاجة، ودي مهمة جدا: اختار 2 يسمعوك، مش جمهور يقيمك. عشان أول ما تبدأ مشروعك ما تستناش حد يسقف لك من الناس. اختار 2 يسمعوك بصدق عشان يكملوا الطريق معاك، مش يحكم عليك من أول محطة. رابع حاجة، ودي لازم تحطها في حسابك: لو وقعت ما تسكتش. يعني لو وقعت قول أنا هرجع تاني. والناس مش هتفتكر الوقعة لو انت قمت، لكن هتبص انت قمت ازاي بعدها. وهو ده اللي بيفرق، وهو ده اللي بيصنع النجاح الحقيقي. الناس بتشوف الوقعات بس بتشوف اللي بيكمل وبيكون قد أي تحديات. ودايما بختم لك في التربية: لما ابنك يجي يقول لك نفسي أعمل ده، ما تقولوش مش وقته أو صعب. خليك واقعي وعيش معاه حلمه. قول له هنبتدي ونفكر سوا، وخلي فيه دايما أفكار وحاجات بيعملها،
ولو وقع أو وقف في يوم خلّيك دايمًا من الاتنين اللي بيسمعوا له. الحلم مهارة محتاجة تدريب وصبر. أتمنى تكون حلقة النهاردة حلقة خفيفة واستفدت منها، ويا ريت تكتب لي في الكومنتات إيه أكتر حلم نفسك تحققه بس حاسس إنه أكبر منك في المرحلة دي، ولو قررت تبدأ هتبدأ بإيه؟ اشتراكك في القناة هيوصلنا للحلقة اللي بعد كده، إن اللي بيحبك مش دايما يكون فاهمك. يعني هنحكي عن ناس اللي قربهم مننا بيكون دافي بس عدم وعيهم ممكن يكسرنا.